دكتور، ما زلنا عند الآية رقم 30 و31 من سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها، أي بسطها، أخرج منها ماءها ومرعاها. هذه جاءت بعد خلق السماوات والأرض، شرحت لنا. قلت يا دكتور، وقلنا أين سيكمن الإعجاز الآن؟ ستفصل، لكن قلت أن الأرض لها 5 أسماء. قلنا الاسم الأول الكوكب الثالث، وبعدين الكوكب التوأم، بعدين الكوكب الأزرق، الرابع الأرض، الخامس بقى اللي هو يهمني وكل يغني على ليلى. عاوز أوصل للخامس. أيوة، الكوكب المائي. الكوكب المائي. تعرف يا دكتور محمد، لولا أن ربنا ذكرها في القرآن باسم الأرض، لولا إيش أن ربنا ذكرها في القرآن باسم الأرض، يعني كان حري بها أن تسمى الكوكب المائي. الكوكب المائي لأن الماء طاغي عليها. كم نسبة الماء بالنسبة للأرض دكتور؟ ما هنقول ما دي هنا الإعجاز بقى. أيوة. الكوكب المائي. لما؟ لأن هذا الكوكب هو الوحيد فيما نعلم حتى الآن، أي نعم، في كواكب المنظومة الشمسية اللي فيه الماء وبصوره الثلاثة: صلب وسائل وغاز. وكمية كام؟ كمية كام؟ 1.4 بليون كيلو متر مكعب. للتدقيق 1.368 مليار يعني، و368 مليون كيلو متر مكعب ماء. كمية مهولة. مليار بس أقل بكثير. 68 مليار و368 مليون كيلو متر مكعب. إيه السؤال؟ السؤال اللي حير العلماء سنين من لدن أرسطو 384 322 قبل الميلاد 384 322 قبل الميلاد لغاية القرن ال17. ايه هو السؤال؟ ايش معنى الأرض؟ ايش معنى الأرض؟ لماذا خصت بالماء؟ بالضبط. وبهذه الأنواع. المية دي جت لها منين؟ من أين جاء ماء الأرض؟ أيوه، هي دي المشكلة. نرجع بقى للحضارات القديمة. أيوه، أرسطو، ونرجع شوف طريقة العرض هتكون كالتالي. أيوة. هنرجع للحضارات القديمة، نبدأ باليونان، وبعدين نيجي للعلم الحديث ونشوف قال ايه، ونشوف القرآن قال ايه. توكل على الله. هذا القرآن بين يدينا، ونستعرض ما قال البشر من علمائهم وفلاسفتهم إن شاء الله، ونشوف. أما الفلاسفة ومنهم أرسطو، قال لك مية الأرض دي جاءت من السحب الركامية، فدي مخازن الماء في السماء. طب السؤال، والسحب الركامية دي جابت ميتها هي نفسها منين؟ أيوة، كويس؟ صحيح. وبعدين كان يقول أرسطو أن إله المطر، طبعا أنت عارف الحضارة الإغريقية الوثنية. في الوثنية. طبعا أنت عارف كل حاجة، الحجر له إله، والشجر له إله، والبحر لها إله، والسماوات لها إله، والحب له إله، والإله كيوبيد وما كيوبيد شو فالمهم إله المطر عندهم كان عنده حنفية بمحبس، راضي على عباده حسب كلام أرسطو، يفتح المحبس وينزل المطر، غضبان عليهم يروح قافل المحبس. هذا الكلام استمر 20 قرن من الزمان. ايوه، 3 قبل الميلاد وال17 بعد الميلاد. ايوه، ارسطو كان له سحر على البشريه خالص. المعلم الاول يسمونه، لكن احنا معلمنا الاول هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. كانوا يقول ده. تعرف يا دكتور محمد، في الجامعات القديمة زي جامعة بيزا والى اخره ايام جاليليو، كان لازم استاذ الجامعه يختم المحاضره يقول: هكذا حدثنا معلم الانسانيه الاول وقوله الفصل، يقصد ارسطو. نعم. وكما تعلم المعلم الثاني هو الفارابي، والمعلم الثالث هو ابن سينا. ده التصنيف الدنيوي، لكن احنا معلمنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد الله لو يعلمون مبادئ ارسطو في المراه، ورأيه في المراه، ورأيه في الرقيق، ورأيه في الوثنيه، ما خليهم معلمهم. خليهم. في القرن ال17 بقى بدأ العلماء يشتغلون بجد بقى. علماء فرنسا، علماء انجلترا، علماء الغرب كلهم، الميه دي جت منين؟ فوجدوا كالتالي: شافوا الغازات اللي طالعه من الابخره، الغازات اللي طالعه من فوهات البراكين، وبعدين حللوها، وجدوا اكبر نسبه في هذه الغازات هي بخار الماء. كام؟ 71.1%. نسبة كبيرة. نسبة كبيرة. 71.1%. كويس؟ لاحظوا الملاحظة. لاحظوا الملاحظة. طيب، وبعدين الغازات دي طالعة،
بهذا البخار الماء بيكثف وينزل على هيئه مطر. المهم طلعوا للنتيجه اللي بتقول ايه؟ ان ماء العلم التجريبي بتاعهم اثبت ان ماء الارض جه من الارض نفسها. وهذه الدراسات متنوعه في امريكا، في اليابان، في امريكا متاخرا، بس اوروبا كانت سابقه في هذا المجال، لان كان في القرن 17 امريكا ما كانتش لسه زهزهت يعني. فالمهم هنا لنا وقفه عند هذه النسبه. نسبه بخار الماء في غازات البراكين كام؟ 71 1/10%. 1/10%. نسبه الماء في جسمك كام؟ 71 1/10%. نسبه الماء الى اليابسه في الارض كام؟ 71 1/10%. يا سلام. الفعل واحد والفعل واحد والفعل واحد، إذا لابد أن يكون الفعل واحد وهو الله، لا إله إلا الله. يا سلام، كتب دكتور. تسلم، الله يعزك. حلوة هذه. نسبة الماء في جسمي 71 1/10. ونسبة الماء في اليابس 71 1/10. ونسبة الماء في فوهات البراكين 71 1/10. الفعل واحد والفعل واحد والفعل واحد، إذا لابد أن يكون الفعل واحد. حلوة، لا إله إلا الله. الله يسلمك. واللي أحلى منها كمان لما جينا حسبنا كلمة البحر في القرآن الكريم وكلمة البحر في القرآن الكريم، تواترها أو وردها. أي نعم. كلمة البحر يا دكتور محمد كانت 32 وردت 32 مرة في القرآن. 32 مرة. أنا أحسب وراك. 32 مرة. إيه. والبر كام؟ 13 مرة. اجمع 32 زائد 13 هيساوي 45. أيوة. نحسب بقى نسبة المية إلى الأرض ككل، هيبقى 32 على 45 ضرب 100 يطلع 71 1/10. يا سلام عليك القرآن الكريم 71 1/10. تعال احسب بقى نسبة اليابسة، هتبقى 13 على 45 ضرب 100 هيطلع 28 و9. اجمع 71 1/10 زي 28 و9 يطلع 100%. يطلع 100%. النسبة الكاملة والنسبة العالمية وهذا تقسيمها. وهذا تقسيمها. يسلم دينك. الله يخليك، بارك الله فيك. الله يخليك. يبقى إذا بقى الخلاصة، العلم التجريبي أثبت إيه؟ أثبت أن ماء الأرض لم يأتي من السحب الركامية زي ما قال أرسطو، ولم يأتي من كوكب آخر كما كان بعض العلماء يفترضون. نعم. أمال جه من الأرض نفسها. إذا أخرج منها ماء. نرجع للقرآن بقى. القرآن قال لك إيه؟ والأرض بعد ذلك قاطعة موجودة. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرجها إيه؟ منها ماءها ومرعاها. الله أكبر. أنا اليوم كنت أقرأ لتفسير الإمام جمال الدين القاسمي الدمشقي العالم القرن الماضي في كتابه التفسير التنزيل. يتكلم في الجزء الأول عن مناهج القرآن، فتكلم عن علوم الفلك في القرآن والطبيعيات والحقائق العلمية، وجاء بهذه الحقيقة وقال إن ماء الأرض من الأرض بصريح القرآن. هو في وضوح عبارة أكثر من كده؟ لأن ليش؟ لأن قال بعضهم ربما يتوهم أن الماء الذي جاء من السحاب من أين؟ قال هو أصلا من ماء الأرض، لأنه من البحار متبخر. والأرض بعد ذلك أخرج منها من الأرض ماءها ومرعاها. منها وبعدين ماءها، يعني أخرج منها ماءها. أي منها ماءها. في وضوح أكثر يعني ما في أكثر من هذا الوضوح. ما في وأظن ابن عباس له كلمة. أيوه. الأول البدوي أيام التنزيل لما يسمع هذه الآيات الكريمات ماذا يتبادر إلى ذهنه؟ والأرض بعد ذلك أخرج منها ماء مرعى. تفكيره البسيط أخرج منها ماءها، ماء الينابيع والعيون. أيوة. والنافورات، وبعدين ومرعاها لما المطر ينزل الأرض تخضر. لا، ده كلام سطحي جدا. بس هذا كلام واقعي أيضا، لكن يعني يناسب العقل الذي كان في ذلك العصر. ما أكيد ما قلناش حاجة. لكن عطاءات القرآن، عطاءات القرآن طبعا ماذا يقول؟ كل مكان. عطاءات القرآن ان العلم التجريبي اثبت ان ميه الارض جت من الارض نفسها، وكذلك القرآن يقول اخرج منها ماءها ومرعاها. والمعجزه مش في الميه وبس، في المرعى. لا، قضيه المرعى تحتاج نفصلها بعد الفاصل. تفضل. يا خالق